بس يا قلب ام يوسف، ده الصابون اللي انا عملته اهوت. عملته بالزيت بتاع السمك بتاع القلية، وجبت ب20 جنيه خامات من عند بتاع المنظفات. طلع تحفة وجميل قوي. ممكن اي ست بيت تعمله، وممكن تعمله كمشروع ليها تبيعه. الكيلو من ده بيتباع ب40 جنيه، ولو هتبيعيه بالقطعة هيعمل معاكي مبلغ برضه في منتهى الجمال، وبينضف الألمونيا بيخليها تبرق. جربوها يعجبكم. حبايب قلب ام يوسف، عاملين ايه؟ هعمل معاكم بقى النهارده صابون المواعين بتاع الحلل الالمونيا كده والطاسات الالمونيا. معانا زيت اهو اللي احنا قاليين بيه سمك، بانيه، بتنجان، بطاطس، اي حاجه. ومعانا هنا معلقه كربوناتو ومعلقه ملح ليمون. دي كوبايه صابون مواعين سيبه، كوبايه صغيره. دي كوبايه الا ربع ميه. كيس برسيل جل، ده ربع كيلو بطاس. دول 3 ليمونات انا عصراهم. ومعانا شوية خل، ومعانا 2 كيلو زيت. دول الازازتين دول مش 2 كيلو، طبعا الازازة بتبقى كيلو الا ربع. الباقي معايا في الجيركن اهوت، وهقلبه معاكم واحدة واحدة دلوقتي. بصوا حبايبي، احنا حطينا كده اول حاجة البيطاس، الجردل والعصاية والمية اهي. هنحطها ونقلب بقى البيطاس حلو لغاية لما يدوب. بس لو حد عنده حساسية على صدره او حاجة يلبس ماسك، عشان الريحة هتبقى حامية قوي وهتخليه يكح. هقلب البيطاس وارجع لكم. احنا كده قلبنا البيطاس اهو بالمية، وكان سخن سيبناه لما برد. هنحط بقى معلقة ملح الليمون ومعلقة البيكنج باودر. خلي بالنا بصوا عشان بيطلع دخان. زي ما قلت اي حد صدره وجعه لازم يلبس ماسك، ويا ريت نعمله بره كده عشان الاطفال. نقلب كل ده كده مع بعضه. نحط الليمون. وبقى هنا لونه اتغير، حطينا الليمون بقى لونه اصفر. ندي برضه تقليبه. حبايبي انا قلبت اهو كله مع بعض، وهصفي بقى الزيت عشان لو في اي حاجه. نصفي ازازه ونديها تقليبه، ونصفي ازازه برضه ونديها تقليبه. ممكن اعمل انا كده. اي فردة شراب بقى عندك تكوني مش محتاجاها لازم تصفي بيها، عشان لو صفيتي بالمصفى هينزل برضه حاجات. حبايبي انا فضيت الزيت كله اهوت، وقعدت اقلب فيه شويه وهياخد مننا تقليب. هنحط بقى كوبايه الصابون الصغيره اللي معانا، حوالي 6 معالق صابون. بصوا هيبدا لونه بقى يتغير ويتقل معانا. معانا كيس برسيل جل نحطه برضو. نحط الصابون ده. معانا الخل 6 معالق خل. دول 6 معالق كده. حطينا بقى المكونات بتاعتنا كلها، وهنقعد بقى نقلب ايه، وهياخد وقت شويه في التقليب عشان احنا مش عايزين نحط له دقيق. هنفضل نقلب كده كل شويه. لو وراكي حاجه تعملي وترجعي تقلبي كل شويه، اعملي حاجه في المطبخ وترجعي تقلبي لغايه لما يطلع. هوريكم القوام بتاعه. ده بقى الصاج هنحط عليه كيس بلاستيك عشان نحط عليه الصابون. بصوا بقى يا اخواتي، ده القوام اللي احنا عايزينه اهو. بصوا تقلي ازاي. انا حطيت بقى 6 معالق دقيق عشان يفتحوا بس. يعني انا قعدت اقلب 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 لغايه لما تقل، وال6 معالق دقيق فتحوا اللون بتاعه شويه كده. بصوا بقى مية مية ازاي. بصوا بيلف معايا ازاي بالعصايه. بصوا القوام كريمي خالص اهو. هفضيه بقى في الصاج. انا كده خلصت اهو، حطيته في الصاج. هسيبه بقى يومين 3 ينشف في الهواء واقطعه. بصوا وكده اهو حطيته في الصاج.